بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا دلوقتي مع الدرس الرابع من دورة تصميم بأدوات الفوتوشوب الافتراضية. الدرس عبارة عن تصميم كواكب وكده. نبدأ بسم الله. فايل نيو او كنترول ان. المرة دي يا عم نعملها لك بيكسل علشان ترتاح. هندي 800 في 600 بكسل ونكتب هنا اي اسم، جرافيك اكاديمي و اوكي. نخلي دي باللون الاسود كده ونعمل الت باك سبيس، الت وباك سبيس عشان نعبي الخلفية باللون الاسود. بعدين نختار الاليبس تول ونرسم دايرة هنا في لاير جديد، نفتح لاير جديد ونرسم دايرة، نضغط على شيفت ونرسم دايرة كده مثلا. غلط ليه بقى يا عم عصام؟ لان انا هغير اللون بعد ما عبيت الخلفية، اخليه اللون الابيض. لو ضغطنا على دي هيغير لنا بين اللون كده وكده. نخلي ده ابيض ونرسم دلوقتي بالشيفت، نرسم الدايرة كده. لو ظهرت معانا كده ممكن كليك يمين وريسترايز لاير. عايز احدد اللاير ده عشان انا اشتغل عليه لوحده. هعمل كنترول واقف على المربع ده واضغط ضغطة كليك شمال، يتحدد معايا اللاير زي ما احنا شايفين كده. طيب هنروح على قائمة فلتر ومن فلتر ريندر نختار كلاودز زي ما احنا شايفين كده معانا. بعدين هنروح على قائمة ايمج adjustment levels او كنترول ال. هندي هنا القيمة 25 او نخليها 35 وهنا 170 و اوكي. بعدين هنروح على فلتر و نقف عند ديسترويد وسيفرايز ونسيب زي ما هي كده 100%، وده نورمال ونعمل اوكي. على فكرة الكوكب مش هيطلع مظبوط معانا. بعدين نعمل فلتر برش ستروك اكسنت ايدجز وندي القيم ب 2.35 مثلا، او خليها 32 وهنا 1 اوكي. بعدين شيفت كنترول اي، شيفت كنترول اي عشان نعمل انفيرس، او من قائمة سيلكت نختار انفيرس اللي هي شيفت كنترول اي عشان نعمل التحديد. وبعدين ندي للتحديد ده فيزر، اختصار الفيزر شيفت F6، شيفت F6 ونعمل اوكي. او من سيلكت موديفاي فيزر وندي القيمة 2 بكسل. طيب ممكن اختيار تالت، ممكن عن طريق مثلا نقف عند أداة التحديد دي دائري مثلا ونضغط كليك يمين وبعدين فيزر قدامنا فوق اهو، وندي الفيزر القيمة اللي احنا عايزينها. احنا ندي هنا 2 بكسل. بعدين نضغط على ديليت، بعدين كنترول دي علشان نلغي التحديد، او في الفراغ هنا كده اضغط كده بس ضغطة واحدة يروح معانا التحديد. ادي شكل الكوكب اللي انا قلت هيطلع معانا مش مظبوط. هنديله كنترول يو ونلونه، ومثلا نختار اللون ده. العموم انا هعمل الكوكب من جديد بسرعة كده واحنا مع بعض.
هنعمل الدايرة اهي، خلي دي سيرت رايز، كنترول ونعلم تاني، وبعدين فلتر، ريندر، كلاودز، ايمج، ادجستمنت، ليفلز، خلي دي 25، وندي هنا 180، هندي مثلا 130 هنا، نعمل اوكي، وهنروح على فلتر زي ما قلنا، نروح على ديسترويد وسيفرايز، ونسيب دي 100%، وده نورمال، اوكي. بعدين فلتر، براش ستروكس، اكسنت ايدجز، هنخلي دي 30 و2 فوق و30 في النص، وواحدة هنا، واحد، واوكي. بعدين كنترول شيفت اي، بعدين شيفت F6، وندي الفيزر بتاعنا 3 مثلا، ونعمل ديليت بالشكل ده، وكنترول دي عشان نلغي الديليت، وبعدين كنترول يو علشان ندي لون للكوكب بتاعنا. مثلا انا هديله اللون الازرق ده مثلا كده، ونقول دي 60، اوكي. هذا شكل الكوكب، انا قلت على التفاصيل بتاعت الطريقة، انا عملت في مرات تانية بسرعة وانتوا معايا يعني. ادي شكل الكوكب بتاعنا. طيب انا ممكن اعمل دوبليكيت لكل لاير، لللاير ده مثلا مرتين، 2 دوبليكيت، واخلي اللاير اللي تحت ده عندي، واشيل اللايرين اللي فوق، اشيل اللايرين اللي جنبهم دول، واقف على اللاير اللي تحت ده، وهعمل فيه، هديله فلتر بلور وراديال بلور، هديله هنا زوم، خلي دي زوم، وادي هنا بيست، خليها بيست، وفوق ادي القيمة 80 مثلا، ونشوف معانا ادي الفلتر اللي اداهولنا. طيب هنظهر اللايرين التانيين اللي فوق، وهنقف على اول لاير، وهنديله فلتر تاني بلور جواسن بلور، وهديله هنا 9 مثلا بكسل، وهديله من هنا color dodge، واقلل الاوباسيتي مثلا اخليها 30 بالمنظر ده كده معايا. كده انا خلصت شكل الكوكب. طيب انا عايز اعمل كوكب تاني مثلا، واديله لون تاني، او اعمل فيه اي حركة تانية مثلا، ولكن مفيش مشكلة، احنا ممكن نعمل كنترول جي، مش ليس جي، جي من جروب، كنترول جي من جروب، عشان نعمل جروب جديد، وهنسميها مثلا بلانت 1، اوكي. واختار، قلنا ممكن نقف على الكنترول ونضغط على كل لاير لوحده، او نقف على اول لاير واخر ونضغط شيفت ونضغط على اخر لاير، هيجيبهم لنا كلهم مع بعض، ونسحبهم نحطهم جوه الجروب. انا هعمل دوبليكيت للجروب دي، دوبليكيت جروب، وهسميها بلانت 2، واعمل اوكي. بعدين اضغط تاني كليك يمين، واعمل ميرج جروب، ميرج جروب علشان احولها للاير زي ما احنا شايفين، واسحب بقى اللاير بتاعي هنا كده، واظبط بقى الاماكن شوية، واعمل وقف على البلانت 2 اللي هو ده، واعمل كنترول تي، او من edit فري ترانسفورم، فري ترانسفورم، ونضغط على شيفت والت عشان هيصغر لي من الجهتين مع بعض، من فوق ومن تحت من هنا زي ما احنا شايفين كده. كبره شوية كده بسيطة،
واعمل اوكي. طيب هنزل البلانت ده مثلا تحت هنا كده، تحت الجروب بتاع البلانت 1، واقف على البلانت 2 واعمل لاير جديد. هعمل لاير جديد ده واختار اداة الاول، اخلي اللون اللي عندي اسود، الفور جراوند اسود بالشكل ده كده، خلي ده اسود، واختار الجريدينت تول، واختار من الابيض من الاسود للشفاف كده، واختار الشكل الدائري، وهعمل هنا ظل خفيف كده، كانوا ظل للكوكب نفسه خفيف بالشكل ده مثلا. وبعدين ممكن اقف على البلانت 2 اللي هو شكل الكوكب نفسه، وهعمل كنترول يو، اضغط على الكالرايز وادي دي اعليها شوية، وبعدين اغير اللون، ادي مثلا اللون الاخضر كده، وليكن مثلا اللون ده، واظبط مثلا هنا ارفع ده فوق شوية، واقف على دول مع بعض لو انا عايز احرك الكوكب. اقف على الليرين مع بعض علشان ده انا عامل له ظل، ومثلا اخليها بالشكل ده كده مثلا. ممكن بقى انا استخدم الليارات دي في، ممكن استخدم الكواكب دي مثلا في ان انا عايز اعمل خلفية مثلا، او عندي خلفية، عندي مثلا سما وبحر مثلا، ممكن اضيف عليها دي مثلا الكوكب ده مثلا، اخليه ادي اللون الاصفر، اخليه زي شكل الشمس مثلا، وانزل منه اشعة. ايه ممكن اعمل قوس قزح كده مثلا عليه كده يعني. انا بديكوا بس الفكرة، وانتوا لو طبقتوا اكتر هتطلعوا احسن مني يعني. ويا رب اتمنى الدرس يكون عجبكم، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.